انت اكيد سمعت قبل كده اي حد من اللعيبه الكبار في الشطرنج وهو بيحلل دوره ويقول لك الموقف ده الابيض احسن بكتير. ولما تساله ليه الابيض احسن بكتير يقول لك ببديهيه كده الابيض معاه تفوق في لين. يعني ايه اصلا تفوق الفيلين؟ وليه في حاجه اسمها تفوق الفيلين؟ ازاي العب صح بتفوق الفيلين؟ وازاي العب صح ضد تفوق الفيلين؟ ده اللي احنا نعرفه باختصار في الفيديو ده، فتابعني للنهايه. ولكن في البدايه كده انزل اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي تزود مستواك في الشطرنج. الفيديو ده عايزين يوصل ل 1000 ونص لايك في اول 24 ساعه، فلو مش عامل لايك اعمل لايك لان ده بيساعدنا ان احنا نوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. طيب عشان نعرف ليه في حاجه اسمها تفوق فيلين لازم نجاوب على السؤال الازلي في الشطرنج: الفيل اقوى ولا الحصان؟ طيب احنا بنعرف منين القطعه دي اقوى ولا اضعف؟ ببساطه ان احنا بنجيب القطعه وبنحطها في مركز الرقعة وبنشوف عدد المربعات اللي مسيطرة عليها القطعة دي. يعني مثلا الفيل هنا واقف في مركز الرقعة، بنعد المربعات اللي مسيطر عليها الفيل. ادي كده 3 و3 6، وادي كده كمان 3 9 و4 13 مربع بيسيطر عليهم الفيل في مركز الرقعة. طب تعالوا نبص على الحصان، هتلاقي ان الحصان بيسيطر على 8 مربعات في مركز الرقعة. فبالتالي الإجابة واضحة، الفيل أقوى من الحصان. ولكن هل الموضوع بالبساطة دي؟ لا، الموضوع ليه أبعاد تانية. تعالوا نبص، لو حطينا في مركز الرقعة المرة دي رخ مش فيل ولا حصان، ونعد المربعات اللي مسيطرة عليها الرخ، ادي مسيطر على 4 و3 7 و3، ادي كده 10 و4 14 مربع. معنى كده ان الرخ بتسيطر على 14 مربع، الفيل 13 والحصان 8. فمنطقيا كده ممكن اي حد يقول لي ده الفيل كمان مقارب للرخ عنه للحصان، لان ده 14 و13 والحصان لوحده 8. ولكن المشكلة ان الفيل مش مقارب للرخ. لا، لما تيجي نبص على قيمة كل قطعة هيقول لك ان الفيل يساوي 3 بيادق والحصان بيساوي 3 بيادق، ولكن الرخ بتساوي 5 بيادق. الرخ اقوى من الفيل والحصان. ليه الرخ اقوى من الفيل والحصان؟ لان الفيل ببساطه عنده عيب خلقي. يعني ايه عيب خلقي؟ تعالوا نبص على الموقف لو قلت لكم مثلا انا عايز اوصل بالفيل والحصان للمربع مين هيوصل اسرع؟ هتلاقي ان الحصان محتاج ياخد خطوات كتير، يمشي كده، سوري مش كده، يمشي كده كده كده. اخد كام خطوه؟ 1 2 3 4 5 عشان يوصل للمربع. ولكن الفيل عشان هو اقوى بيوصل بس في نقلتين، فبالتالي الفيل اقوى من الحصان. ولكن لو قلت لكم نفس السؤال هو قلت لكم انا عايز الحصان والفيل دول يوصلوا للمربع هترد عليا وتقول لي الحصان هيوصل ولكن الفيل مش هيوصل ابدا للمربع. فبالتالي الفيل عنده مشكلة ان هو بيمشي بس على 32 مربع، بالرغم ان هو بيمشي بسرعة بيسيطر على مربعات اكتر، ولكن هو بيمشي بس على نص مربعات الرقعة، 32 مربع مش ال 64 مربع. فبالتالي الفيل اقوى من الحصان ولكن الرخ اقوى من الفيل والحصان، لان الرخ تقدر توصل لاي مربع في الرقعة. طيب احنا قلنا ان الفيل اقوى من الحصان، بس الفيل عنده مشكلة خلقية. ايه هي المشكلة دي؟ ان الفيل بيمشي على نص المربعات بس. فبالتالي لو انا بلعب بالحصان وخصمي معاه فيل، انا ممكن اتعامل مع الفيل ازاي بتعامل معاه؟ ان انا بعمل حاجة من اتنين: يا اما رقم واحد ان انا احاول ان انا اقفل الدور، فبالتالي الدور مقفول، فبالتالي الفيل مش بيسيطر على كل المربعات دي، وطبعا الفيل مش من حقه ان هو ينط، فبالتالي ببقى حددت شوية من قوة الفيل دي اول حاجة ممكن اتعامل بيها ضد الفيل. طيب لو خصمي معاه فيل ممكن اعمل حاجة تانية، ان انا ممكن احط كل قطعي على عكس لون الفيل يعني الفيل مثلا ماسك مربعات سوداء، انا ممكن احط كل قطعي على المربعات البيضاء، كأنه هو اصلا معهوش القطعة دي، كأنه هو بيلعب في رقعة تانية اصلا. فبالتالي لما يبقى خصمي معاه فيل واحد، تفوق فيل ضد حصان تفوق، بس انا ممكن اتعامل ضده. ولكن تعالوا نتخيل لو خصمي معاه فيلين، انا ازاي هتعامل ضده؟ انا ما اقدرش احط قطعي على لون معين. لو حطيت قطعي كلها على المربعات البيضاء، طب ما هو معاه فيل على المربعات البيضاء، وهكذا لو حطيت قطعي كلها على المربعات السوداء برضو خصمي معاه
الفيلين، فبالتالي ما بتقدرش تتعامل على اي لون من المربعات. يبقى الخلاصه الفيل اقوى من الحصان، بس الحصان ممكن يتعامل ضد الفيل دوا ان هو يا اما بيقفل الدور يا اما بيحط القطع على عكس لون الفيل دوا. ولكن لو خصمي معاه الفيلين صعب ان هو يتعامل مع الفيلين، لان الفيلين مسيطرين على ال 64 مربع في الرقعه، فبالتالي الحل الوحيد عشان اتعامل ضد الفيلين هو ان انا اقفل الدور. تعالوا بقى دلوقتي ناخد اول مثال وانت تختبر نفسك تشوف فهمت الدرس دوا ولا لا. الموقف دوا النقل على الابيض، هنا الاسود معاه تفوق فيلين، انا عايزك توقف وتحاول تجيب احسن تكمله للابيض بنفسك. طيب تعالوا نفكر في الموقف دوا. اول حاجه خصمي معاه فيل وانا معايا فيل، فبالتالي انا ما عنديش مشكله، حصان ضد حصان. ولكن هنا خصمي معاه فيل ابيض وانا معايا حصان. دايما احنا عارفين ان الفيل اقوى من الحصان، بس انا ممكن اتعامل معاه، ممكن احاول ان انا اقفل الدور، ممكن احاول ان انا احط قطعي على عكس لون الفيل دوا. بس المشكله مش هقدر احط قطع على عكس لون الفيل لان خصمي معاه فيل تاني، فبالتالي الحل الوحيد عشان اتعامل ضد الفيلين دول هو ان انا اقفل الدور. نقله قويه للابيض في الموقف ده انه يلعب E5 ويقفل الدور، فبالتالي بيحد من حركه الفيلين. خصمي لو معاه فيلين ما عنديش حل غير يا اما اكسر فيل من الفيلين واخلص من تفوق الفيلين، يا اما احاول ان انا اقفل الدور. في الموقف ده نقله قويه E5، يلعب مثلا نايت F7 ضاغط على البيدق. طبعا مش باكل بيدق في بيدق لان الدور هيتفتح، ولكن ببساطه باجي احمي البيدق بتاعي، وكده انا حافظت ان الدور يبقى مقفول. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. المثال اللي بعده برضو النقل على الابيض، حاول توقف وتجيب احسن تكمله للابيض بنفسك. طيب الموقف ده الاسود معاه تفوق فيلين، واحنا اتفقنا ان خصمي لما يبقى معاه تفوق فيلين انا بعمل حاجه من اتنين، يا اما رقم واحد اكسر فيل من الفيلين، يا اما رقم اتنين ان انا اقفل الدور. في الموقف ده انا لو استهترت ولعبت اي حاجه مثلا زي H3، خصمي ببساطه بيلعب C5، فتح للفيل بتاعه وعايز يكسر بيدق في بيدق. خلي بالكم الدور بيتفتح ان البيادق بتتكسر، ده اللي بيفتح الدور، فهنا هو بيزيح البيدق، عايز يكسر بيدق في بيدق، هيبقى فتح للافيال كلها، فبالتالي هيبقى صعب انك تتعامل مع الفيلين، لان زي ما قلت لكم الفيلين بيسيطروا على كل الالوان في الرقعه الابيض والاسود. فبالتالي احسن نقله في الموقف ده النقله الصح هي ان انا العب نايت C5، وكده انا قفلت الدور للابد على الفيل بتاعه. بفكر انه ياكل حصان في حصان، انا باكل بالبيدق ببساطه، وكده انا قفلت على الفيل بتاعه. يمشي بالوزير، العب B4، ثبت الموقف زي ما هو، قفلت على الفيل ده للابد، فبالتالي دي النقله الصح. الموقف اللي بعده برضو في الموقف ده النقله على الاسود، حاول توقف وتجيب احسن تكمله للاسود بنفسك. النقله الصح للاسود في الموقف ده هنا انا مش بنجح ان انا اقفل الدور، ولكن انا بنجح في الفكره الثانيه، هي ان انا اكسر فيل من الفيلين. زحت البيدق دي نقله قويه لان خصمي دلوقتي الفيل بتاعه محبوس. ولو فكر خصمي ان هو يلعب مثلا نقله زي البي 3، ممكن افكر ببساطه ان انا ازيح البيدق واكسر بيدق في بيدق وبعديها اكسر فيل في فيل. ولو خصمي في الموقف ده وفكر ان هو ياكل فيل في فيل، خلاص انا باكل بالبيدق، فتحت للرخ بتاعتي، وكده خصمي بقى معاه فيل واحد مش فيلين. الفيل الواحد ده انا ممكن اتعامل معاه بطرق كتير. رقم واحد ان انا ممكن اقفل الدور، اوريدي الدور هنا مش مفتوح قوي. الحاجه التانية ان انا ممكن احط قطع على المربعات البيضاء اللي هو اصلا مش مسيطر عليها. يعني مثلا في الموقف ده المربعات البيضاء دي انا مسيطر عليها كويس، انا ممكن افكر ان انا اجوز، ممكن افكر ان انا الف حصاني في المربع ده، قطعي اغلبها على المربعات البيضاء، فبالتالي انا بقدر اتعامل ضد الفيل ده. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. الموقف ده النقله على الابيض، وقف وحاول تجيب احسن تكمله للابيض بنفسك. النقله الصح في الموقف ده مش ان انا اكل بيدق في بيدق، لما باكل بيدق في بيدق او لما بكسر بيادق انا بفتح خطوط، بفتح اوتار، ده مش احسن حاجه. اللعب الصح ضد تفوق الفيلين هو ان انا اقفل الدور، اخلي البيادق واقفه في وش بعض، مش اكسر بيادق. كده انا نجحت ان انا اتعامل صح مع الفيلين. ممكن افكر كمان ان بعد ما خصمي مثلا يمشي بالفيل، لو خصمي فكر ان هو يجي هنا او هنا، ممكن افكر ان انا اعمل كمان الفكره الثانيه، هي ان انا العب له بيشوب C4 واكسر الفيل بتاعه. يعني هو مجبر طبعا، الفيل محبوس لازم ياكل، وساعتها انا باكل بالوزير، واتبقى له في الاخر الفيل السيء ضد الحصان بتاعي. الفيل ده سيء ليه؟ لانه واقف على نفس لون البيادق، فبالتالي الفيل ده سيء. ولو فكر خصمي ان هو ما يرجعش بالفيل من هنا، يرجع من هنا على امل اني لو جيت اكسر يهرب بالفيل.
ساعتها في الموقف دوت انا بستغل ان هو بيهرب بالفيل ان انا بنتشر، بلعب مثلا روك دي 6 في الموقف دوت، طالب ان انا العب له بيشوب سي 4. ساعتها ما بيقدرش يهرب بالفيل لاني ساعتها باكل وزيره، ولو فكر انه يمشي بالوزير عشان يقدر انه يهرب بالفيل، ساعتها انا بلعب له برضه بيشوب سي 4 يهرب بالفيل، وباجي بالرخ عشان هو يحاول يهرب بالفيل بتاعه. شوفوا استخدم كام نقله، الكام نقله دول انا نشطت كل القطع بتاعتي، فبالتالي الموقف دوت الابيض احسن. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. الموقف دوت هنا النقل على الابيض، حاول توقف وتجيب التكمله الصح للابيض. لما نيجي نبص على الموقف دوت هتلاقي هنا ان الاسود معاه فلين وانا معايا فيل وحصان. ازاي بتعامل ضد الفلين؟ يا اما بقفل الدور، وده طبعا مستحيل في الموقف دوت، الدور مفتوح جدا فصعب ان انا اقفل الدور. الحل التاني هو ان انا احاول اكسر فيل من الفيلين، فاحسن نقله في الموقف دوت هي بيشوب اي 4. بقول له تعالى نكسر الفيل، وللاسف فيلك ما يقدرش يمشي لاني باكل الرخ، فهنا انت مجبر انك تاكل فيل في فيل، وساعتها انا باكل بالوزير. وطبعا الفيل احسن من الحصان، بس الدنيا بتبقى سهله ان انا اتعامل مع الفيل دوت، ممكن احط قطعي عكس لون الفيل، فبالتالي الدنيا بتبقى مرتاحه شويه. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. الموقف دوت النقل على الاسود، وقف وحاول تجيب احسن تكمله بنفسك. هنا الابيض معاه تفوق في لين، انت لو مش فاهم استراتيجيه صح هتقول خلاص يا عم انا هبيت وبعد كده نكمل بقى في وسط الدور. ممكن افكر ان انا العب سي 5 كمان. لو فكرت انك تلعب سي 5 انت فتحت الدور اكتر، انت بتلعب سي 5 بتسمح ان بعد شويه اكل بيدق في بيدق ياكل بالبيدق، الدور اتفتح اكتر، فبالتالي الفلين بقى اقوياء جدا. ولكن انت لو فاهم صح انت عارف ان انا مش بفتح الدور رقم واحد، ورقم اتنين بحاول اكسر فيل من الفيلين دول. نقله قويه للاسود في الموقف دوت بيشوب جي 5. تعال نكسر الفيل دوت، والفيل دوت محبوس، انت مضطر انك تاكل فيل في فيل او تسيبني ان انا النقله الجايه اكل فيل في فيل. باكل بالوزير وكده خلاص الابيض معاه فيل. طبعا الفيل افضل من الحصان احنا متفقين على كده، ولكن سهل ان انا اتعامل معاه، فالدنيا كده احسن شويه. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. الموقف دوت النقل على الاسود، وقف وحاول تجيب احسن تكمله للاسود بنفسك. النقله الصح في الموقف دوت هي ان انا العب بيشوب سي 4 وامنعه تماما ان هو يلعب نقله السي 4، لاني لو فكرت ان انا العب اي حاجه مثلا زي الاتش 6 طبعا نقله ملهاش لازمه بس بفتح للملك. ساعتها في الموقف دوت الابيض بينجح انه يلعب سي 4 يفتح للفيل بتاعه ويكسر بيادق، فبالتالي الفيلين بتوعه بيبقوا اقوياء، بفكره انه لما ياكل الاسود بيدق في بيدق. اكيد طبعا مش باكل بالفيل، لاني لو كلت بالفيل الاسود بيكسر فيل في فيل وما بقاش معاه تفوق فيلين، ولكن في الموقف دوت انا باكل بالحصان وتفوق الفيلين قوي جدا، ما بقدرش اقفل الدور تاني وصعب ان انا اكسر فيل من فيلين، فبالتالي الدور دوت الابيض هيبقى احسن بكتير. النقله الصح في الموقف دوت هي ان انا العب مش اتش 6 ولكن ان انا العب بيشوب سي 4. اقول له تعال نكسر الفيل بتاعك. لو فكر خصمي ان هو طبعا لو اكل حصان في فيل انا باكل بالبيدق وخلاص الدور اتقفل للابد على الفيل بتاعك، فانا مش خايف من تفوق الفيلين بتاعك. ولو فكرت في الموقف دوت انك تلعب بيشوب اي 4 ما تكسرش الفيل، خلاص انا ما يهمنيش ان انا اكسر الفيل، ولكن خلاص انا نجحت ان انا اقفل الدور، فبالتالي الفيلين بتوعك ما بقوش اقوياء، ما بقتش خايف منهم. بعد شويه ممكن العب نايت جي 6 عايز انط بالحصان هنا بعديها هنا. في الموقف دوت الدور مقفول فبالتالي انا مش خايف من الفيلين. تعالوا نخش على المثال اللي بعده. الموقف دوت النقل على الابيض، وقف وحاول تجيب احسن تكمله للابيض بنفسك. في الموقف دوت هنا الاسود مهدد البيدق دوت، انا لو لاعب هجومي في الموقف دوت ممكن افكر ان انا امشي بالوزير هنا مثلا عشان احمي البيدق، وبعدين افكر ان انا ازيح البيدق بتاعي عشان افتح للرخ افتح للفيل وهاجم على الملك، ولكن الكلام ده مش صح، لانك انت كده ما اتعاملتش صح مع الفيلين، لانك يوم ما بتعمل حاجه زي كده وتزيح البيدق كده انت فتحت الدور تماما والفيلين هيبقوا اقوياء جدا. النقله الصح في الموقف دوت هي ان انا العب اي 5 واقفل الدور، قفلت على الفيل دوت وقفلت على الفيل دوت. ولكن السؤال المهم دلوقتي، هل كده انا عرفت كل حاجه تختص بتفوق الفيلين ولا لسه في حاجه ناقصاني؟ بصراحه في حاجه ناقصاك، هو التدريب اللي انت ممكن تستخدمه اللي يساعدك انك تحترف الميزه دي. طب انا هعرف منين التدريب دوت؟ ممكن تتفرج على الفيديو دوت. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.